السلام عليكم. اليوم راح نحكي على الشابتر الثامن من كتاب ويب performance fundamentals. هذا الكتاب يحكي على الليزي لودينج، يحكي على انه انت لما بالفيت كونفيج الفايل لما تريد تجي تحط شكو باث داخل اليو ار ال مالتك اذا بي نود مودلز، فراح تحطه في تشانك مختلف، تشانك محدد اللي هي اسمها فندر. هذا على مود انه انت بعدين تقدر يصير عندك اثنين chunks، وحدة مال مين بروجكت مالتك اللي بيها الكومبوننتس فايلز البيجز، والثانية راح يكون بيها بس اللايبراري اللايبراريز اللي هو حيكون باسم فندر. فبالبداية يحكي على انه الفندر شلون ممكن تقلل الحجم مالته. فاكو انا حكيت بالشابتر الثاني عن انه شنو المشاكل اللي تخلي الفندر حجمه كبير. هذا الشابتر راح نحكي على مشكلة ثانية اللي هي الترانسيتيف ديبندنسي. فالترانسيتيف ديبندنسي انه انت عندك فد لايبرري مستخدمة بالكود مالتك، بس لما تبحث عليها بالبروجكت ما تلقاها، انه مثلا انه انت ما محملها. هذا الشيء لان انه انت قاعد تستخدم فد مكتبة معينة، هي قاعد بالاصل تستخدم المكتبة الثانية اللي ماخذة حجم كبير من البروجكت، اللي هي مثلا بروز ميرور. بروز ميرور تلقاها متحمل، تلقاها مستخدمة من قبل فد مكتبة ثانية. فانت تقدر تعرف هذا الشيء انك تسوي تريس للهاي تشين من خلال هذا الكوماند اللي هي mbx mbmy. هاي راح تقدر تعرف بيها انه هذا البروز ميرور من اللي مسوي لها امبورت، من اللي مستخدمها من ياب مكتبة داخل المشروع مالتك انت محملها. فالفكرة كالآتي انه انت عندك هاي المكتبة، انت بدك تستخدمها بالبروجكت مالتك وماخذة حجم كبير، بس بنفس الوقت انت ما تحتاجها تكون بالانيشال لود، لان انت هاي المكتبة، فانت عندك هاي المكتبة مال البروز ميرور انت ما تحتاج تظهرها للمستخدم بالبداية. يعني مثلا بالانيشال لود مال الصفحة انت يوزر يحتاج يشوفها، مثلا تكست ديسكريبشن صور والخ الخ. ما يحتاج تعطل الانيشال لود مالتها وتخليها تتطور بالتحميل، بس على مود تظهر للمستخدم كل شي من البداية. وهي راح تطول بالتحميل لان انت عندك مكتبة مال بروز ميرور هي كلش كبيرة، فراح تخلي الشانكس اللي يحملها المستخدم كبيرة بالحجم وتخليها تطول بالتحميل. فانت تقدر انه هاي البروز ميرور المكتبة تتحمل ورا ما انت تحملت الصفحة مالتك وظهرت للمستخدم، وراها يبدي التحميل مال البروز ميرور. في البداية عندنا كم خطوة على مود انه نطبق الليزي لودينج بطريقة صحيحة. انت تسوي امبورت للليزي فانكشن وتسوي راب للكومبوننت اللي تريد تسوي راب بيها للكومبوننت اللي تسوي له ليزي لودد، وبعدين تسوي له امبورت. لما نسوي ليزي لودينج اللايبراريز مثلا فيد تلقائيا تسوي تشانك واحد لهذا الكومبوننت، وراح تستدعيه بعدين. فهي تلقائيا راح تسوي تشانك واحد، ما يحتاج تتعرف انه هذا الكومبوننت راح يصير له تشانك. اللي تلاحظ انه الفندر تشانك بعد كبير، ما والمسج اديتور حجمه 4 كيلو بايت. انه انت تحتاج تخلي المكتبة نفسها اللي هو براوز ميرور والترانزيت والمكتبة اللي مستدعتها اللي هو التيب تاب، هاي مستدعى البروز ميرور. هذا حكينا انه ترانزيت ديبندنسي، فهو يجي اخليها بشنك واحد. لما نخليها بشنك واحد راح تلاحظ هسه انه الفندر الفندر تشانك قل حجمه هواي من 600 الى 304. راح تلاحظ انه الاديتور فندر صاروا تشانك واحد، وهسه المسج اديتور هذا كومبوننت واحد. فانت وراح تلاحظ انه المسج اديتور والاديتور فندر ما راح يكونون داخل index دوت اتش تي ام ال. فانت هنا راح تواجهك مشكله انه انت عندك راح يحمل الفندر تشانك، راح يحمل التشانك مال بيجز مالتك والكومبوننتس، راح يحمل سي اس اس. بس راح تلاحظ انه الفيرست كونتسفول بينت واللارجست كونتسفول بينت ما راح يتحمل الا اذا الاديتور فندر هم كمان تحميل والتشانك مال كومبوننت. ليش؟ لان انت هنا هسه راح نيجي نشرح الموضوع الثاني اللي هو السسبنس. فانت لما تستخدم السسبنس وتسويها رابنج على الكومبوننت اللي صار لها ليزي لودد، راح يقدر البروجكت يعرف انه انت هاي الصفحة لما يتحملها ما يحتاج انه تنتظر الاديتور فندر، ما يحتاج تنتظر الجنكس البقية. راح
انه فقط انه ما دام تحمل الفندر، ما دام تحمل الاندكس، ما دام تحمل الاشياء المهمة اللي تحتاجها الصفحة، فها هي راح يبدي يطلع الفيرست كنترول فول بينت واللارجست كنترول فول بينت. ما راح. فانت هنا عندك مشكلة معينة، انه انت لما سويت لها رابنج بالسسبنس، ممكن انت جاي تظهرها فقط انه لما تسوي كليك مثلا انه هذا الكومبوننت ما تظهره الا اذا سويت الا اذا فت ستيت معينه صار لها ترو. فلما راح يصير لها ترو، ذاك الوقت راح يبدي يحمل التشانكس. فاذا صار هيك شي ممكن يصير فريز بالصفحه عن ما يكمل التحميل مال التشانكس. فانت ايش تحتاج تسوي؟ تحتاج تسوي تست سسبنس، اللي هو انه بما يحمل الشانك هذا اظهر له فد شي فد elements معينه، انه مثلا تظهر له سكeleton، تظهر له لودينج سبينر وهكذا.